صباح الخير. الساعة دلوقتي 6:03 الصبح. الحمد لله صلاة الفجر. قدامي بتاع نص ساعة اقدر امنتج فيها قبل ما انزل الجامعة. يوم النهاردة مش طويل، عندي محاضرة واحدة بس ونازل عشان اسلم لوك بوك بتاع حالة الكراون. الحمد لله قائمة الحرمانات بتاعة الغياب نزلت امبارح والحمد لله ما لقيتش اسمي فيها. الحمد لله، حاسس ان انا عملت انجاز، انت متخيل؟ بس قلت اذكار الاستيقاظ نشتغل بقى شوية كده لحد ميعاد الباص ونكمل ان شاء الله في الباص او في الجامعة. طيب نزلنا، معرفش ايه المحاضرات بصراحة اللي قبل الفاينل بيومين دي، لكن احنا مضطرين. صايم النهارده الحمد لله، النهارده اليوم خفيف وكده فهنستغله في الصيام يعني باذن الله. برضه لسه معرفش هل انا اللي بقيت بجح وبصور عادي ولا ايه الدنيا. السلام عليكم. هو في باص جاي ان شاء الله؟ اكيد في جاي طبعا، واحنا موجودين، ده جاي وده جاي وده موجود. قولوا اقعدوا لغايه ما تشوفوا الدنيا فيها ايه. طيب يا عم ان شاء الله. قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. طب اسمه ولا؟ اقول لك اسم. طب اركض اليوم بيعمل حشو. مبسوط؟ اعمل ايه يا باشا؟ انا بطلب يا دكتور اسلام عادي. يا صور بجد؟ صور. بعتها لي بقى. لا ده فيديو. لا والله. ابعتهولك عادي. ابعت يا باشا. لو كده ببعتها لي وبنزل كواليس العياده بقى في اليوم ده. حبيبي. تعمل ايه يا صاحبي؟ والله هما بعمل سكندري انيميشن بقالي ساعة على ما نشتغل دلوقتي. لا بس تسلم ايدك حبيبي خلاص نشف تمدر او كده يعني. استناش بس انا بصور. تسلم ايدك حبيبي. بتصورني؟ بس هتعمل لي برضه. انا معايا ورق عنب على فكره. هاكلك منه. ورق عنب؟ انا صايم. انا فاطر. بعمل لك ايه بقى؟ هاخد منه بالفطار. ماشي برضه من هنا. هو انا محتاج اصور ايه؟ محتاج تصور بري اوبريتيف، صور سمايل ريفراكتنج للانتيرور، وصور خد الموبايل كده. هو الموبايل كله. الأول كله بقى. نعملها لسه كده. روح يمين شوية عشان انت صورت؟ ماشي. نعمل ايه يا باشا؟ اضرب المكنة. يعني العصب للشارع. How to make an impression. نشف. نعم ماشي ما نشوفش. طب يلا. وتبقى الكراون مصعبة على الجميع. البعبع بتاع اسنان، يعني احنا كنا بنقول البعبع بتاع ثانوية عامة ايه؟ الفيزياء دلوقتي البعبع بتاع اسنان. كراون وبالذات لو شغال بريدج سجيب ريميك. هو الترم الجاي انا هشتغل بريدج صح؟ كده واصل في ورد احمر شكله جامد. انا بقطفه بصراحة. بيبقى ريحته حلوة؟ رايحين نجيب ورد. دي دبلانة. بس بص بقول لك مهما الورد يدبل ريحته ايه؟ ريحته سحرية مع انها دبلانة. لا يا عم الريحة مش قوي برضه. فيها ريحة يعني. لا ده زينة ده. هي الجامعة جميلة بس المجتمع مش جميل. الصغيرة دي هتلاقي. لا بس حرام عليك ما توقفهاش. لسه ما كبرتش.
الاول كنت بتكسف ان انا امسك الكاميرا وامشي في الشارع بقى وبتاع، الاقي حد بيبص عليا فاهم. دلوقتي والله العظيم احنا ماشيين بنصور عادي. انا عندي كميه بجاحه. ارجع ورا شويه هتلاقي ناس بتعمل تيك توك. بالظبط هو ده اصلا اللي خلاني ان انا اعمل كده فاهم. ان هو اللي بيعمل حاجه وحشه ما بيبقاش خايف خالص ان هو يبين صح. فلو انت بتعمل حاجه حلوه فقشطه ما تدوس، يعني ايه المشكله؟ احساسك بقى انت مروح من الجامعه ده احسن احساس في الدنيا. ما تخش على السرير. لا مش لما اخش على السرير، لما اخش من الباب واسال امي انت عامله اكل ايه وتقول لي مثلا مكرونه بشاميل، حواوشي مثلا، رقاق باللحمه، حمام، محاشي، المشاعر دي فاهم. لما تروح كده تلاقي اكلك، المشاعر دي بتخليك تتعافى. اسمعني بقى، بعد ما اكل انام وانام ومش ورايا بقى حاجه اقوم. سلام. جايه حياه الخريجين ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو الشريوف انت عند بابا 8؟ انا جاي. ودينا عند البابا اللي ورا، بابا 8. بابا كام؟ بابا 8. بقول لك ايه، ترجعنا تاني؟ استنى عايز. ده مين الشخص ابو سجاره اللي انت حاطه على ظهر الكرسي ده؟ صاحبك ده ولا نشأت؟ يا عم لا، نشأت عظم بس، ده في دقن بشعر بتاع. دي التكملة بتاعته. يا نزيه انت صايم النهارده الاربعاء؟ مش عايز اجيب حاجه اكلها. لا يا ابني انا عادي والله، مش والله ما تشغلش دماغك. انا مش جعان اصلا، انا مش جعان ولا عطشان عشان الحاجات اللي مش مقطعه. بس عندك تايجر اكسلنس مش مقاطعه. انا كنت لحد وقت قريب فاكر الدوريتوس مش مقاطعه. لا الدوريتوس ده اساسي. شغال بقى دوريتوس. عندك ده حلو. بيك شيبسي معانا؟ بيك شيبسي معانا. بيك شيبسي يعني معانا. ايه تاني مش مقاطع؟ عندك دومتي بقى لو عايز باتيه. عشان ده مش مقاطع صح؟ لا. ساعات كانت من زمان بقى، من فترة كده تراودني أفكار بقى إلحادية بقى وأفكر انتحارية؟ أفكار إلحادية. الحادية خطير ده موضوع خطير. موضوع الحلقة عن الأفكار الإلحادية. خلينا ما نسميهاش أفكار إلحادية، خلينا نسميها أي اسم زائد. ومش تفكير زائد على فكرة، من حق أي إنسان إن هو يفكر في الكون ويفكر في الخلق ويفكر في الحاجات دي. بس الفكرة إن التفكير ده ما يخليهوش يقوده لشيء غلط زي الإلحاد مثلا أو الكفر أو الحاجات دي. العجيب إن أنا كان عندي الأفكار دي من زمان، حتى وأنا صغير كنت بقعد أفكر. سلمت الحاجات اللي المفروض كنت رايح عشان اسلمها اصلا. جيت من الجامعه على طول على الورك سبيس، قلت اقعد امنتج شويه بما اني صايم ومش هقدر اتحرك، مش هقدر اذاكر. تقريبا بخلص دلوقتي المونتاج بتاع اول يوم. الحمد لله النهارده صليت الظهر والعصر في جماعه، كمان المسجد جنب السبيس فبنزل اصلي على طول. مبسوط جدا ان انا ابتديت اقطع الحاجات اللي انا بعملها لما الاذان ياذن وانزل اصلي وارجع. بقيت بحس باحساس اعظم واحلى بكتير من ان انا كنت باجل مثلا الصلاه عشان شغال كلام الفكسان ده. خلقنا في هذه الدنيا للعمل، من لم يعمل طاعه قاطعا سيعمل معصيه، ومن لم يشغل نفسه بالخير شغلته نفسه بالشر. هذه من قواعد الحياه التي يجب ان يفقهها كل انسان. ما في بشر ما يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو
فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فإن لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالشر. كنت فاصل خالص، صليت المغرب، روحت فطرت في البيت، كملت مونتاج وببلشت الفيديو، كتبت الحاجات اللي هتبقى ورايا كلها الفترة الجاية كلها امتحانات نظري. الحمد لله خلصت امتحانات العملي، الدنيا عدت على خير، مش كلها كانت تمام بصراحة، لكن الحمد لله على كل حال. فاضل الورد والتمارين، هقعد دلوقتي اقرأ الورد على الموبايل، غالبا اول ما اروح هترمي في البيت، لكن قبل ما انام هحاول اتمرن ان شاء الله. المفروض النهارده كنت عملت حاجة جديدة، بس انا النهارده عملت حاجة جديدة، يعني مسكت الكاميرا ومشيت في الجامعة وبتاع وصورت. تعتبر حاجة جديدة صح؟ ولا أنا بستهبل؟ فكرة إن أنا كتبت في النوتة بتاعتي امبارح قبل ما أنام حاجة كنت عايز أعملها ونسيت برضه أعملها. معرفش العربية دي ظهرت ولا لأ، بس جامدة أوي، بسم الله ما شاء الله. المكان ده حرفيا اكتر مكان بيبقى فيه ناس متنمرين. عارف انت الشباب اللي بيقفوا على الرصفة، عارف انت الناس دي، ويقعدوا يعكسوا البنات بقى، اللي هو حرفيا لو انا نزلت مثلا بالكاميرا تلاقي ناس بتبص وناس بتتكلم، ده وش ده اكيد، فانا وش هنزل بالكاميرا، هنزل افلوج. بسم الله توكلت على الله. عملت فيديو قبل كده اتكلم فيه بقى على فكرة ايه، فكرة ان انت ما تركزش مع الناس والكلام ده. انا دلوقتي احوج الناس لهذه النصيحة، انا احوج واحد للنصيحة دي، انا احوج واحد لان انا فعلا مركزش ان انا امشي. انا بحاول اتحدى نفسي وامشي في الشارع اللي مليان ناس كتير يركزوا مع اي حد. والله فعلا بص مفيش اي حد مركز مع اي حد، انا ماشي عادي ماسك الكاميرا بتاعتي والمايك شكلها ملفت، فاهم؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. عشان كده الواحد ما بيحبش يمشي في الشوارع دي خالص، عشان بتسمع ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. ساعات بتكون عايز تنهى عن المنكر بس بتحس ان انت مش قوي كفاية. الحوار بتاع النهي عن المنكر كبير، محتاج ان انت تكون ايمانيا قوي، محتاج ان انت تكون مؤمن باللي انت بتقوله، محتاج يكون عندك علم ودليل وحجة. الواحد مقصر في الباب ده جامد. حاجة كمان معرفش انتوا تعرفها ولا لا، بس ذكر ربنا سبحانه وتعالى في وسط الغافلين، سواء انت كنت ماشي مثلا في شارع او في سوق او الحاجات دي كلها، فالذكر ده بيبقى الاجر بتاعه والثواب بتاعه مضاعف. بعض الصحابة بيختاروا ان هم يمشوا في الاسواق او في الشوارع اللي بيزداد فيها الزحام، لان الشوارع الزحمة دي الناس فيها بتبقى مشغولة بالبيع والشراء ومشغولة بامور الدنيا، بتنسى ذكر ربنا سبحانه وتعالى. فكان الصحابة بيختاروا الاماكن دي عشان بيطلبوا الثواب المضاعف ده من ربنا سبحانه وتعالى. ولعلك سمعت قصة صحابي عبد الله بن عمر، يعني هو اللي كان بيعمل كده فعلا. الله المستعان. والله الموضوع طلع عادي، يعني احنا ماشيين ولا حد مركز معاك، ولا حد شايفك، ولا حد عارف انت بتعمل ايه. اخر اللي هيشوفك انت بتعمل ايه يبص عليك بس. جميل اوي طبعا. تنح والله العظيم، انا تنح دي اكتر حاجه بحبها فيا، اني ما بحبش حاجات كتير في نفسي يعني، بس اكتر حاجه بحبها فيا تنحت. انت كمان لازم تكون تنح، تعمل اللي انت عايزه. هما يومين عيشهم زي ما انت عايز تعيشهم، عايز تفلوج، عايز تسافر، عايز تجرب حاجات جديده، جرب. طالما انت ما بتعملش حاجه حرام دوس بقلب جامد. هو تقريبا الناس من كتر الهم اللي بقت فيه بقوا في عالم تاني اصلا، اللي هو انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت ايه البتاع اللي انت ماسكها دي؟ هو لسه في حد بيعمل الكلام ده؟ هو الناس دي احنا مش بنشوفها على النت بس، هم موجودين معانا عادي، وممكن نلاقيهم السلام عليكم.
ممكن نلاقيهم بيصوروا في الشارع كده. يبقى انت مجنون ولا ايه نظامك؟ ماشي، بقول كفايه كده بقى عشان انا لو فتحت في الرغي، انا لما بفتح في الرغي بديها بقول اي كلام. ولا هي دي شخصيتك وما ينفعش تتغير وانا بس اللي لازم اتغير؟ لا، كلنا لازم نتغير، بس حتى التغيير ده لا انا ولا انت اللي المفروض نحط معاييره، ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام هم اللي حاطين معاييره.